مسكت ايده وبصيت له بحب واضح، وبعدها دخلنا انا وهو العمارة واحنا هنطير من السعادة. اخيرا اتجوزنا بعد صراعات ومشاكل كتير. اي نعم اتجوزنا في السر، بس مش مشكلة. وفيها ايه يعني لما اتجوز في السر؟ مش احسن مني ما اتجوزت خالص؟ ووصلنا عند باب الشقة في ثواني، اصل الشقة كانت في الدور الاول علوي. فتح الباب وبصلي بفرحة ولقيته بيقولي: ادخلي انت الاول يا روح قلبي، ليديز فيرست. ابتسمت ودخلت جري زي الاطفال الصغيرة. قلت له وانا بلف في الصالة حوالين نفسي: يا هاني، اخيرا بقى ليا انا وانت شقة بتجمعنا. انا فرحانة قوي، فرحانة قد الدنيا دي كلها. مسك ايدي وقال لي: افرحي يا روحي، واوعدك من النهاردة مفيش حزن تاني، اللي جاي كله هيبقى فرح وبس. قعدت على كرسي الصالون وقلت له: انت متأكد من كلامك ده؟ يعني مش هتيجي بعدين تقولي مراتي وبنتي؟ قال لي: ليه بس السيرة دي دلوقتي؟ ما انا قلتلك يا صباح انت اللي في القلب وبس، ومراتي دي انا مكمل معاها عشان البنت مش اكتر. قلت له بحزن: وجوازنا هيفضل في السر كده كتير بقى ولا ايه؟ قال لي: يا حبيبتي دي فترة مؤقتة بس، اظبط اموري وبعدها هعلن جوازنا على طول. وبعدين ما انا كتبتلك الشقة باسمك وجبتلك شبكة مفيش واحدة تحلم بيها. قربت منه وقلت له: ربنا يخليك ليا يا حبيبي، وتفضل تدلعني كده العمر كله. هقوم اجهز حاجة ناكلها احسن انا هموت من الجوع. وفعلا حضرت احلى عشاء ممكن تتخيلوه، وبعدها دخلنا اوضتنا عشان ننام. بس في نص الليل حصلت حاجة غريبة قوي خلت جسمي كله يقشعر من الخوف والرعب. أنا صباح، عندي 35 سنة، مطلقة ومعايا ولد. قرار الطلاق ما كانش صعب عليا أبدا، أصل أنا عمري ما حبيت طليقي. طول عمره هو مطلع عيني وقرفني في عيشتي. عمري ما شفت يوم واحد حلو معاه، عشان كده الطلاق كان نجدة ليا من العذاب والقهر اللي شفته معاه. الحاجة الوحيدة اللي كسرتني بجد هي سيف ابني، لأن طليقي مرضاش يطلقني غير بعد ما كتبتله تنازل عن سيف ابني. وبصراحة أنا اتنازلت عنه مقابل حريتي، ومن يومها وأنا معرفش عن ابني أي حاجة نهائي. وبعد الطلاق رجعت بيت أبويا وأمي الله يرحمهم، وعشت فيه لوحدي لأني وحيدة ومليش إخوات. وعشان أعرف أصرف على نفسي اشتغلت في مصنع حلويات جنب البيت. هعمل إيه؟ أصل معاش أبويا مش مكفيني، وكمان عندي وقت فراغ كبير جدا. وفي المصنع اتعرفت على هاني أبو حجر، وحبينا بعض جدا. الموضوع بدأ بنظرة منه على نظرة مني، لغاية لما وقعنا احنا الاتنين في حب بعض. كنت حاسة اني بحب لأول مرة في حياتي، أصل لأول مرة تشد الراجل بالشكل ده. هاني كان ماسك منصب كبير قوي في المصنع، لأن صاحب المصنع زميله. وعلى فكرة هو أصلا ما كانش محتاج للشغل، لأنه عنده أراضي وبيوت في البلد تعيشه ملك زمانه. هو بس كان بيسلي نفسه بالشغل في المصنع. وبعد صراعات كتير اتجوزت أنا وهاني في السر، كان ده شرطه الوحيد. وبصراحة أنا وافقت بعد ما كنت رافضة بشدة. وافقت بعد ما كتب لي الشقة باسمي وجاب لي دهب كتير قوي. الشقة اللي تعبنا قوي لغاية لما لقيناها، لأني كنت عاوزة مواصفات معينة في شقتي وما لقيتهاش غير في الشقة دي وبس. اتجوزت زوجة تانية صحيح، بس من جوايا كنت مقررة إنه قريب قوي هكون الأولى والوحيدة. أيوة، أنا هخليه ليا أنا وبس. وفي أول ليلة في الشقة حصلت حاجة غريبة. سمعت صوت خبط على باب الشقة في نص الليل. استغربت جدا، العمارة لسه جديدة وما فيهاش سكان خالص، أنا وهاني أول ناس نسكن فيها، والبواب استحالة يخبط في نص الليل كده. حاولت أصح هاني، بس للأسف نومه تقيل قوي، مش راضي يصحى نهائي، والخبط لسه مستمر ومش راضي يقف. ما كانش في حل غير إن أقوم بنفسي وأشوف مين اللي بيخبط بالإصرار الرهيب ده. وصلت عند الباب وأنا قلقانة، وصوت الخبط بقى واضح أكتر من الأول بكتير. بصيت من العين السحرية بس ما لقيتش حد. طب إزاي والخبط لسه شغال؟
بصيت تاني وتالت، مفيش حد خالص قدامي. قلت بصوت مهزوز: مين اللي بيخبط؟ محدش جاوبني، بس الخبط شغال. كنت خايفة قوي ومش فاهمة حاجة خالص، مش عارفة أعمل إيه، أفتح ولا أتجاهل وأعمل نفسي عبيطة. وفي عز تفكيري سمعت صوت بيقولي: بتعملي إيه هنا؟ اتفزعت وصرخت بأعلى صوت عندي، بس هديت لما لقيته هاني. قلت له بعتاب: خضتني يا هاني، في حد برضه يعمل كده؟ هاني ضحك وقال: ما كنتش أعرف إن قلبك ضعيف بالشكل ده يا حبيبتي، وبعدين انتي بتعملي ايه قدام باب الشقة كده؟ قلت له: يا هاني الباب بيخبط ومش عارفة مين اللي بيخبط، مفيش حد واقف بره خالص. هاني قال لي باستغراب: بس الباب مش بيخبط يا روحي. استغربت قوي انا كمان، فعلا الخبط وقف خالص. قلت له بدهشة: والله كان بيخبط لسه، طب افتح كده الباب، افتح تعالى نشوف يمكن حد موجود. هاني فتح الباب، والغريب ان فعلا مفيش حد خالص واقف بره، والدنيا كانت هدوء جدا. قلت له باستغراب: صدقني الباب كان بيخبط دلوقتي، ولما بصيت من العين السحرية ما لقيتش حد. رد عليا وقال: ده كلام برضو يا صباح، وبعدين يا حبيبتي لما انت سمعتي خبط ليه ما صحتنيش عشان اشوف معاكي؟ قلت له: حاولت كتير اصحيك وانت مرضتش، شكلك كده نومك تقيل على الاخر. ضحك وقال: انا نومي تقيل؟ ده انا بصحى من الهمسة، اول مرة حد يقولي كده. على العموم يا حبيبتي حصل خير، تلاقيها تخيلات عشان مغيرة مكان نومك. يلا بقى يلا عشان نلحق ننام ساعتين قبل الشغل. وعديت الموضوع عشان فعلا لازم أعديه، مين عالم، ما يمكن فعلا تكون تخيلات على رأي هاني. وفعلا دخلنا نمنا كام ساعة قبل الشغل، أصل ما ينفعش نغيب أبدا، إحنا متجوزين في السر ومحدش يعرف. تاني يوم رحنا الشغل ونسيت الموضوع تماما، وطول اليوم وهاني عينه ما نزلتش من عليا، نظراته كلها بتقول أنا عاشق هو الهان. بعت له مسج وكتبت له فيها: اهدى شوية وشيل عينك من عليا، احنا كده هنتفضح يا مجنون. رد عليا بمسج وقال: مش قادر حد يبقى قدامه القمر ده ويشيل عينه من عليه برضه. ضحكت واتنهدت براحة رهيبة، أول مرة أكون فرحانة بالشكل ده، بس برضه لسه سعادتي مش كاملة، وهتكمل بطلاقه من مراته الأولانية. أيوة هاني لازم يكون ملكي أنا وبس. وفي آخر اليوم روحنا البيت، بس كل واحد فينا روح لوحده عشان محدش ياخد باله. وبعد ما تعشينا هاني قال لي: أنا هتصل بمراتي عشان أطمن على البنت، اوعي تعملي صوت عشان أنا مفهمها إني مسافر تبع شغل. ابتسمت بخبث وقلت له: حاضر يا حبيبي، عارفة أكيد مش هعمل صوت. وعلى طول جت في بالي فكرة شيطانية، لما يتكلم في التليفون هعمل نفسي كأني اتخبطت في رجل الترابيزة وهصرخ عشان أسمع ست الحسن والجمال صوتي، يكش تفهم وتطلب الطلاق وتريحني. وفعلا وهو بيتكلم نفذت خطتي وصرخت بصوت كله دلع كأني اتخبطت بجد. هاني قفل السكة بسرعة ولقيته بيقولي بزعيق: انتي بتستهبلي، أنا مش قايلك مش عايزة أسمع صوت. رسمت الحزن على ملامحي وعيطت وقلت له: بستهبل؟ كتر خيرك يا هاني، بدل ما تقولي مالك يا حبيبتي. رد عليا وقال: يا صباح، ما انت عارفة حساسية الموقف اللي أنا فيه، ويا ستي حقك عليا، أنا آسف. انهارت قدامه أكتر وأكتر من العياط، بس من جوايا أنا كنت هموت من السعادة والانتصار. قلت له بحزن: هو أنا يعني كنت أقصد، أنا اتخبطت غصب عني، وعلى العموم يا سيدي أنا آسفة، ولو عايز تروح لها يلا روح، أنا مش همنعك، روح طيب خاطرها وبرر لها موقفك، وصدقني مش هزعل. قرب مني وملامحه كلها أسف. عرفت وقتها إن أول خطة من مخططاتي نجحت. أخدني في حضنه وقال: حقك عليا يا روح قلبي، ما أقدرش أبدا على زعلك، وبعدين هو في عريس يسيب عروسته في شهر العسل برضه؟ قلت له بدلع: طب ومراتك؟ قال لي: سيبك منها دلوقتي، وبكرة بقى ربنا يحلها، هبقى راضيها بكلمتين. وفعلا هاني نسي مراته وبنته
وأمه ذات نفسها. هزرنا وضحكنا كتير، وفي الآخر نمنا. بس الغريب إن في نص الليل سمعت صوت الخبط تاني، تقريبا في نفس ميعاد الليلة اللي فاتت. افتكرت كلام هاني لما قال لي صحيني. حاولت أصحيه بس من غير أي فايدة. مش معقول يكون مش حاسس بيا. ده لو واخد منوم هيصحى بعد اللي عملته فيه. في الآخر يئست وسبته نايم ورحت ناحية باب الشقة. كان الخبط لسه مستمر، خبط منظم بطريقة مخيفة. بصيت من العين السحرية وزي امبارح برضو ما لقيتش حد. معقول تكون تهيؤات زي ما هاني قال؟ معقول؟ بس ازاي؟ ده انا سامعة صوت الخبط بودني. وعشان اعرف اللي بيحصل ده حقيقة ولا حلم، قررت اني اتشجع وافتح الباب. مسكت الأكرة وايدي بتترعش من الخوف، وحركتها وانا مترددة ومرعوبة. واول لما الباب اتفتح برقت عيني وقلبي كان هيقف من اللي شفته. لقيت قدامي واحدة شكلها غريب جدا ومعها بنت صغيرة ماسكة في ايديها عروسة لعبة، بس شكلها مفزع قوي. صرخت في وشها وقفلت الباب بسرعة، بس وانا بقفله وصلني صوتها وهي بتقول: انا اسفة لو خضيتك، انا هناء جارتك ودي هنا بنتي، كنا حابين نرحب بيكي. كلامها صدمني اكتر. جارتي ازاي؟ البواب مأكد لي ان مفيش جيران هنا. فتحت الباب بسرعة وقلت لها: انتي ساكنة هنا؟ ازاي؟ مفيش حد غيري ساكن في العمارة دي. ضحكت وقالت: اكيد طبعا عم غريب البواب هو اللي قالك كده. قلت لها وانا مش فاهمة: ايوه هو قال لي كده. قالت لي وهي بتدخل لجوه شقتي: هو عم غريب كده نساي، انت عارفة لغاية دلوقتي ما جابليش العشاء مع اني طالباه من 3 ساعات. قلت لها وانا بجمع حروفي بالعافية: طيب انا كنت ببص من عين السحرية وما شفتكيش. ازاي ما شفتكيش؟ مسكت تحفة محطوطة على البوفيه وقالت: حلوة قوي التحفة دي، ذوقك حلو قوي. وبعدها بصيت لي وكملت: لا ما هو مش انا اللي كنت بخبط. قلت لها امال مين؟ قالت لي بنتي هنا هي اللي كانت بتخبط، وانا كنت واقفة عند شقتي، واول لما فتحتي رحت انا جيت. ما اقتنعتش بكلامها نهائي، في حاجة غريبة ومش مفهومة بتحصل. عشان كده قلت لها: طيب بعد اذنك انا هدخل لهاني جوزي، زمانه صحي من صوتنا. قالت لي بصوت غريب: هاني نايم في 7 نومة. قلت لها: نعم. ضحكت وقالت: قصدي يعني اكيد نايم دلوقتي، الراجل عنده شغل الصبح بدري، وبعدين احنا ستات احنا بس اللي بنحب السهر، صح ولا ايه؟ شكلك كده مش بتسهري، ده انا كنت فاكراكي صاحية عشان كده خبطت عليكي في الوقت ده. كانت بتتكلم كتير بس انا ما كنتش مركزة معاها خالص. انا كنت في دنيا تانية تماما. كنت مركزة مع بنتها اللي كانت واقفة بتلعب قدام المراية. بس مش دي المشكلة. الكارثة إن البنت ما كانش ليها انعكاس في المراية فاضية تماما. البنت كانت بتبص على الفراغ مش على نفسها. ضربات قلبي زادت جدا، كنت حاسة إنه هيغمى عليا، مش قادرة أنطق ولا أتحرك من مكاني. وفجأة لقيتها بتشد بنتها وبتقولي: إحنا هنمشي بقى، سلام يا عروسة. فضلت واقفة مكاني مش قادرة أتحرك، عيني متابعاهم بس لساني مش قادر ينطق. هي عرفت منين إني عروسة؟ وأول لما وصلوا عند باب الشقة البنت لفت راسها وبصت لي، ابتسمت نص ابتسامة وبعدها برقت جامد، وبعدها ما حسيتش بأي حاجة تاني نهائي. صباح قومي يا حبيبتي، ايه بس اللي منيمك هنا في الصالة؟ فقت على صوت هاني وهو بيصحيني. بصيت حواليا وقلت: ايه ده؟ انا فين؟ هي فين؟ هاني قال لي باستفسار:
هي مين دي؟ بتتكلمي عن مين يا حبيبتي؟ قلت له وانا بتلفت حواليا زي المجنونة. الست وبنتها كانوا لسه هنا، ناس غريبة ومخيفة يا هاني. لا دول مش ناس اصلا. هاني قال لي بقلق. صباح، ممكن تهدي بعد اذنك؟ اهدي كده وفهميني عشان انا مش فاهم حاجة منك خالص. حكيت لهاني كل اللي حصل، سمعني للآخر وبعدها قال بس يا حبيبتي احنا فعلا السكان الوحيدين في العمارة. قلت له بعصبية لا يا هاني، هي قالت انها ساكنة هنا، ساكنة في الشقة اللي جنبي. طبطب عليا وقال طيب اهدي بس، اهدي كده وتعالي نطلع نخبط على الشقة دي عشان تتأكدي بنفسك. مشيت معاه وانا حاطة ايدي على قلبي. طلع هو الأول وانا مشيت وراه من كتر الخوف. وقف قدام باب الشقة اللي جنبي وخبط عليه كذا خبطة ورا بعض. فضل يخبط كتير بس من غير أي إجابة. بصلي وقال ها يا ستي، اتأكدتي بنفسك إن الشقة فاضية وما فيهاش حد؟ البواب طلع على صوتنا وقال خير يا هاني بيه، في حاجة؟ هاني قال له قول لنا يا عم غريب، هو في حد غيرنا ساكن هنا في العمارة دي وبالتحديد في الشقة دي؟ عم غريب رد وقال لا يا بيه، انتوا أول ناس تسكن هنا والشقة دي فاضية زي باقي الشقق. بصيت لعم غريب وقلت له ركز يا عم غريب، في واحدة ست وبنتها صغيرة حتى طلبت منك امبارح تجيب لها العشاء وانت اتأخرت عليها. عم غريب بصلي باستغراب وقال عشاء لمين يا ست هانم؟ مفيش حد هنا غيرك انت وأستاذ هاني في العمارة كلها. هاني قال له خلاص يا عم غريب، متشكرين. عم غريب مشي وهو بيضرب كف على كف. بصيت لهاني وقلت له يعني ايه اللي بيحصل لي ده؟ ايه واللي شفتها دي مين؟ قرب مني وقال زي ما قلت لك يا حبيبتي، ممكن تكون تهيؤات من كتر الضغوط اللي تعرضتي ليها الفترة اللي فاتت. حاولي كده ترتاحي وتريحي أعصابك. بصيت له بحيرة وخوف، بس أكيد هو معاه حق، أكيد كل ده تهيؤات وتخيلات بسبب ضغوط الأيام اللي فاتت. أصل جوازي من هاني ما حصلش بسهولة كده، أنا فعلا كنت ضغط على أعصابي جامد جدا. اتنهدت وقلت طب يلا نغير هدومنا عشان نروح الشغل. قال لي لا شغل ايه اللي عاوزة تروحيه؟ انتي تريحي كده النهاردة وتأنتخي على الآخر. قلت له لا يا هاني، أنا مش هقعد لوحدي أبدا، أنا مرعوبة. قال لي ومين قالك بس إنك هتقعدي لوحدك؟ أنا هروح أمضي ورق مهم وأرجع لك فريرة عشان نقضي اليوم كله مع بعض يا حبيبتي. ابتسمت له وقلت ماشي يا سيدي وأنا هستناك، بس ما تتأخرش عليا. ومشي هاني وقعدت أنا في البيت زي ما اتفقت معاه بالظبط. وعشان أغير مودي والحالة اللي كنت فيها شغلت أغاني على تليفوني وبدأت أروق البيت وأنظمه قبل ما هاني يرجع. بس في حاجة غريبة حصلت معايا. كنت مشغلة أغنية معينة وفجأة صوت الأغنية اتغير وتحول لصوت تاني، صوت مخيف قوي كأنه صوت ذبذبات مرعبة. قفلت التليفون واتجاهلت الموضوع. أنا عارفة كويس إن سماعة تليفوني محتاجة تتصلح، عشان كده تجاهلت الموضوع وما ركزتش فيه. وبعد ما خلصت شغل البيت بدأت أجهز نفسي قبل ما هاني يجي. فتحت الدولاب عشان أختار فستان شيك ومناسب. كنت بدور بين الفساتين وأنا محتارة، بس في ثواني الحيرة اختفت تماما وتحولت لصدمة. وده لما لقيت بين الفساتين بتاعتي العروسة اللعبة المفزعة اللي البنت كانت ماسكاها. صوتت وجريت بسرعة بعيد عن الدولاب، جريت ناحية باب الأوضة عشان أطلع منها. وفجأة اتشلت في مكاني وما قدرتش أتحرك خطوة واحدة. لقيتها واقفة عند الباب وبتبصلي بطريقة مخيفة. البنت الصغيرة كانت واقفة وبتبصلي وبتمد ايديها ناحيتي وبتضحك بطريقة ترعب. مش بس كده، دي كمان بتقرب ناحيتي بشكل مفزع، وكل ما هي تقرب كنت أنا أرجع لورا لغاية ما وصلت عند الدولاب ولقيتها بتروح ناحيته وبتاخد اللعبة بتاعتها. وبعدها قعدت على السرير تلعب بيها مع نفسها من غير ما تبصلي تاني. جريت بسرعة من الأوضة وأنا مش قادرة أتنفس، كنت حاسة إن الأكسجين
بتسحب من قدامي، وقبل ما اوصل لباب الشقة لقيتها واقفة في وشي بشكلها المفزع، نفس الست بتاعت ليلة امبارح. ايوه هي. بصت وقالت لي اوعي يكون هنا ضايقتك، مش عارفة البنت دي مش عايشة سنها ليه. كل ده وانا ببص لهم من غير ما اتكلم، بس هي قربت مني اكتر واكتر وهي بتقول يمكن من كتر المشاكل اللي عاشتها بسبب جواز ابوها عليا، اصلها يا عيني من ساعتها وهي بقت عنيفة قوي، بتكره اي واحدة بتخطف راجل من مراته، بتبقى عايزة تنتقم وتاخد لي حق، مع اني مش محتاجة مساعدة، انا بعرف اخد حقي كويس قوي. كانت بتقول كده وهي بتقرب مني، بصيت ورايا عشان الاقي اي مكان اهرب فيه، بس لقيتها هي كمان واقفة ورايا، البنت الصغيرة والعروسة، العروسة المخيفة اللي في ايديها. فضلت واقفة في النص بينهم، بين الام وبنتها، مش قادرة ولا عارفة اعمل حاجة. دعيت ربنا ان ياخدني عنده في اللحظة دي، ما كنتش عايزة حاجة غير اني اموت وما كملش في العرض المرعب ده. وفجأة باب الشقة اتفتح وهاني ظهر قدامي، وقعت على الارض، وقعت وانا بستنجد بيه بقول له الحقني بسرعة يا هاني، الحقني. هاني جري عليا وشالني من على الارض وحطني على السرير، ولقيته بيقول ايه يا حبيبتي مالك، ايه بس اللي بيحصل؟ قلت له موجودين حوالينا يا هاني، عايزين يموتوني، عايزين يقتلوني، بينتقموا مني عشان اتجوزتك، طلقني يا هاني طلقني. قال لي ايه الكلام ده بس يا صباح، معقول انت اللي بتقولي كده؟ وقبل ما ارد عليه لقيت البنت ظهرت تاني، كانت واقفه جنب هاني بالظبط، كانت بتبصلي وبتضحك. قلت له اهي جنبك يا هاني، اهي جنبك بالظبط. وفجأة لقيت هاني بيبص جنبه باستغراب، وبعدها ملامحه اتغيرت تماما وضحك ضحكة غريبة قوي، وبص للبنت وقال مش قلتلك قبل كده يا قلب بابا بلاش تلعبي بالعروسة اللي تخوف دي، كده برضه تخوفي طنط صباح مرات بابا. بصيت له بذهول وصدمة، ايه اللي هاني بيقوله ده؟ واللي شكله اتغير كده ووشه بقى شاحب ومصفر، بقى شبههم بالظبط، شبه البنت وامها. قلت له بصوت مبحوح هاني انت بتقول ايه؟ انت كويس؟ وقف جنب البنت وامها وبصلي جامد، التلاتة كانوا بيبصولي بطريقة مرعبة، وبعدها قال لي لا انا مش كويس يا صباح، انا بتعذب كل يوم بسببك، بسبب معرفتي بيكي. رديت عليه وقلت له انت بتقول ايه؟ انا مش فاهمة حاجة، ومين دول؟ تعرفهم منين؟ ضحك بطريقة وقال ما تقلقيش دلوقتي هتفهمي كل حاجة. وبص للست بأسف وقال دي بقى مراتي هناء، انت ازاي نسيتي اسم مراتي اللي بسببك ظلمتها ودمرتها هي وبنتي؟ وبعدها بص للبنت وكمل بنتي اللي ملهاش اي ذنب غير انها بنت الاب اناني زيي، بس خلاص انا اخدت جزاء غلطي، ودلوقتي الدور عليكي انتي، لازم تدفعي تمن غلطتك انتي كمان. فعلا مرات هاني اسمها هناء وبنته اسمها هنا، ازاي ما جاش في بالي الموضوع ده؟ قلت له انا بصرخ غلط ايه؟ انا ما عملتش حاجة، خلاص طلقني وكل واحد يروح لحاله. ضحك جامد وقال اطلقك؟ هو انا اصلا اتجوزتك عشان اطلقك؟ قلت له يعني ايه؟ قال لي انت دلوقتي هتشوفي كل حاجة قدام عينيكي، وبعدها نبقى نشوف العقاب المناسب ليكي. افتحي تليفونك هتلاقي فيديو اتفرجي عليه، فيديو احداثه حصلت قبل فرحنا بيوم. قلت له بخوف فيديو ايه ده؟ فيديو ايه؟ برقلي بطريقة بشعة وقال لي بصوت مرعب افتحيه وانت هتعرفي اللي فيه، يلا بسرعة. مسكت التليفون بسرعة
وفتحته، وفعلا لقيت فيديو جديد عندي ما أعرفش عنه حاجة. وأول لما فتحته ظهرت أنا، كنت قاعدة في بيت أبويا وبتكلم في التليفون وبضحك وبقول هتوحشني قوي يا هاني لغاية بكرة، حاضر هبعتلك صورة تصبيرة. وبعدها ظهر هاني في الفيديو وهو ببيته، كان ماسك تليفونه وبيتفرج على الصور الجريئة اللي ببعتها له. وبعدها ساب التليفون وخرج على أوضته، وظهرت مراته مسكت التليفون وشافت الرسائل والصور بتاعتي، انهارت وسابت التليفون وخرجت برا الأوضة خالص. بعدها ظهر مشهد تاني، هاني برضه وهو في بيته كان ماسك عقد الشقة اللي كتبها باسمي، طبقه وحطه في شنطته الصغيرة ودخل الحمام. وبعدها مراته ظهرت بسرعة وفتحت الشنطة وشافت العقد، مسكته وقعدت على السرير وهي بتعيط بحرقة ووجع صعب قوي. وبعد كده مسحت دموعها ورجعته بسرعة لمكانه وخرجت من الأوضة بهدوء تام. بعد كده ظهر مشهد تالت، بس ده كان في الشقة هنا. هاني كان موجود فيها لوحده، كان بيرتب حاجات في الشقة وبيجهزها عشان فرحنا. وفجأة الباب خبط، راح ناحية الباب وفتحه، كانت مراته وبنته. طبعا أول لما شافها اتصدم، بس مراته ضحكت له وقالت له ما تقلقش يا هاني، أنا عرفت كل حاجة وموافقة إنك تتجوز عليا. هاني اتصدم وقال لها عرفتي منين وإزاي؟ قالت له بهدوء وهي بتضحك مش مهم يا هاني عرفت إزاي، المهم إني موافقة ومش معترضة، عشان كده جيت لغاية عندك عشان تفرح وما تشيلش هم أبدا. مسك إيديها وقال ربنا يخليكي ليا يا هناء، بجد انتي أعقل زوجة في الدنيا. ضحكت وقالت له ويخليك ليا يا حبيبي. المهم أنا عملت غدا وجبته معايا عشان ناكل أنا وانت وهنا بنتنا، وبعد الغدا هساعدك في أي متطلبات أو شغل انت محتاجه، ده خلاص مفيش وقت، الفرح بكرة. وفعلا طلعت الأكل من الأكياس اللي كانت جايباها معاها، وتلموا كلهم حوالين الأكل وأكلوا. وبعد ما خلصوا هاني قال لها تسلم إيدك يا روح قلبي، أنا فعلا كنت هموت من الجوع. مراته ضحكت بطريقة هستيرية وقالت بالهنا يا قلبي، هي كلها ثواني والأكل هيتهضم وبعدها هترتاح للأبد. هاني قال لها بعدم فهم مش فاهم للأبد إزاي يعني؟ كملت ضحك وقالت له بجنون أيوة هترتاح، كلنا هنرتاح، أصل الأكل فيه سم. ابقى وريني بقى هتتجوز بكرة إزاي، بس ما تقلقش مش هتموت لوحدك، أنا وبنتك هنيجي معاك، بس مش عشان نونسك، لأ عشان نشتكيك لربنا، نشتكيله من معاملتك القاسية معانا وبخلك وصياعتك مع الستات وصرفك فلوسك عليهم. بتكتب لها شقة عشان توافق تتجوزك للدرجة دي يا هاني؟ طب أنا وبنتك ده أنا عمري ما شفت منك معاملة طيبة ولا حنية. هاني قال لها وهو ماسك بطنه انتي بتقولي ايه مجنونة انتي؟ أكيد بتكدبي عليا صح؟ ردي عليا. ضحكت بقى على صوتها وقالت والدموع في عينيها لا يا هاني ما بكدبش، وعمري أصلا ما كدبت عليك. وفعلا البنت الصغيرة وقعت على الأرض وهي بتصوت من المغص، وجنبها أمها اللي كانت بتعيط من صعوبة الموقف مش من وجع بطنها. هاني كان واقف بعيد عنهم بس مصدوم، جري عليهم وهو بيصرخ على بنته اللي بتموت قدام عينيه، بس ملحقش وقع جنبهم هو كمان، وفي أقل من دقيقة كانوا كلهم أموات. الفيديو خلص والتليفون فصل، كانوا واقفين قدامي بشكلهم المخيف، هاني ومراته وبنته. انهارت وقلت لهم يعني انتوا أموات؟ انتوا دلوقتي أموات ودي أرواحكم؟ استحالة يكون ده حقيقي، أنا أكيد بحلم، أكيد ده كابوس وهصحى منه دلوقتي. التلاتة قربوا مني جامد. هاني قال
لازم تاخدي جزائك انت كمان، لازم تاخدي عقابك. بصيت لهم وقلت لهم انا اسفة اسفة. مراته ضحكت وقالت باستهزاء اسفة؟ يعني ايه اسفة؟ وبعد ايه؟ خلاص، ايه اللي حصل حصل، ودلوقتي وقت تصفية الحسابات. قلت لها وانا بصوت انا ماليش دعوة ماليش دعوة. قربوا مني اكتر واكتر، غمضت عيني وصرخت، فضلت اصرخ لوقت طويل بطريقة هستيرية وجنونية، وبعدها حسيت بنغزة جامدة في صدري وما حسيتش بأي حاجة تاني. وبعد فترة معرفش قد ايه فقت. كنت في مستشفى نايمة على سرير، حاولت أعدل نفسي معرفتش، مش قادرة أحرك رجليا. صرخت وقلت أنا فين؟ أنا فين؟ وليه مش حاسة برجليا؟ لقيت دكتور بيقولي حمدلله على سلامتك، ده انت ربنا نجاكي بمعجزة. قلت له بضعف ليه؟ أنا حصل لي إيه؟ أنت مين؟ قال لي انت في المستشفى وللأسف حصلت لك جلطة. قلت له جلطة؟ طب رجلي مالها؟ مش عارفة أحركها ليه؟ قال لي للأسف الجلطة سببت لك شلل. افتكرت كل اللي حصل معايا، قلت له بقهر شلل؟ طب ليه ما سبتونيش أموت؟ ليه أنقذتوني؟ أنا ماليش حد ياخد باله مني. مين اللي أنقذني يا دكتور؟ أكيد البواب، صح؟ الدكتور قال العمارة ما فيهاش بواب أصلا، اللي أنقذك هو صاحب الكشك اللي تحت العمارة بعد ما سمع صوت صريخك المتواصل. بس الغريب إنه بيقول إن الشقة اللي انت كنت قاعدة فيها لسه حاصل فيها جريمة قتل، راجل ومراته وبنته ماتوا مسمومين. ما كنتش قادرة أرد عليه، مفيش خلاص كلام يتقال. هقوله إن أنا السبب في موتهم؟ هقوله إن أنا اللي خربت بيتهم ودمرتهم بالمنظر ده؟ وعلى إيه؟ ما خلاص الحكاية خلصت وكل واحد أخد جزائه، وأنا هو اتعاقبت أصعب عقاب. أنا دلوقتي مشلولة، ده غير سيرتي اللي بقت على كل لسان. الموضوع انتشر بعد تحقيق النيابة معايا، أصل الشقة كانت باسمي، واللي عرفته إني كنت قاعدة في الشقة لوحدي بعد جريمة القتل دي، وما نزلتش منها نهائي ولا حتى كنت بروح الشغل. إزاي؟ معرفش. التحقيقات خلصت وطلعت بريئة من تهمة القتل، بس يكفي الفضيحة ونظرة الناس ليا بقت في نظرهم خطافة الرجالة اللي أخدت جزائها وبقت قاعدة. وفي النهاية دخلت دار مسنين عشان أكمل فيه الباقي من حياتي، والشقة بعتها وطلعت فلوسها صدقة لهاني ومراته وبنته، يمكن أقدر أكفر عن ذنبي. يا لو تعرفوا أنا ندمت قد إيه، يا لو تعرفوا قد إيه مشتاقة أشوف ابني. بس للأسف خلاص بعد فضحتي استحالة هقدر أشوفه ولو لمرة واحدة في حياتي، استحالة. بس يا ترى ربنا هيسامحني؟ طب لو فعلا ربنا غفر لي وسامحني، مرات هاني وبنته هيسامحوني؟ هيتنازلوا عن حقهم؟ أكيد لأ، دول أكيد مستنيين يوم القصاص بفارغ الصبر. الجواز عمره ما كان عيب ولا حرام، بالعكس ده حلال ربنا وعفة وستر. مش عيب إنك تتجوزي مرة واتنين وتلاتة، بس يكون في العلن مش في السر. مش عيب إنك تتجوزي راجل متجوز، بس يكون بالعدل، ومراته الأولى لازم تكون عارفة. ما ترخصيش نفسك أبدا مهما كانت الظروف، لأن في الآخر هيزهق منك وهيرجع لها، هيرجع لأم العيال اللي عمل لها في النور إشهار وزفة وكوشة، وهيسيبك لوحدك في الضلمة تندبي حظك وتقولي أنا ليه يا ربي دايما منحوسة.